سووها سود الأطلس يا ول، سووها المغاربة والقربان ربكم لك من سوري، قربان رب المغرب ولك والله ألف مبروك لكم وتستاهلون ونفتخر بيكم من أخوكم السوري لهنا المغرب، قربان ربكم والله العظيم. اليوم ما سويتوه مع منتخب هايتي قسم بالله العظيم فخر لك، فخر لك، أنت فخر العرب والله لك. إن شاء الله يا رب يا رب بإذن الله تاخذون الكاس يا رب بإذن الله. المنتخب المغربي يفوز على هايتي 4-2 بالله 4 وفي كاس العالم يا أخي. المغرب تتأهل من دور المجموعات في كاس العالم. سفيان رحيمي جلاد في كاس العالم وجلاد في آسيا، ينقذ المنتخب المغربي من التعادل أمام هايتي، يسجل هدف ويصنع هدف. ألف مبروك للشعب المغربي على الفوز. سفيان رحيمي والله مرعب وجلاد. أشوفوا أنا والله لا عجبني الحال وفرحان وتفائلوا خيرا. ماتش واعر والله، تا ماتش محلول فيه الكرة فيه المتعة. شوف هايتي ما خليناش تفرح، كي ماركيو بيت يلا كيحتفلوا كيلقاو التعادل. والله لا مع ماركاو الثاني عاوتاني الجمهور ديالهم مازال كيغوت وما يلقاو التعادل. دخلنا الفيستيل الحمد لله بتعادل، ندخلوا نشربوا شو ديال المياه بنانه، نسمعوا للمدرب، رجعوا ان شاء الله دوزاميطو الجحفاله بضبابه وقفاز. والله الا دوزاميطو غنديروا لهم الجحفاله وجمعوا طوي. عندنا منتخب تبارك الله عليه. ابراهيم دياز المهمه الله يشد لك في والديك اخويا وصحيحتك، توقد معنا اخويا ابراهيم ورسق ما في الدياز ورسق ما في الشبكه، رسق ما اخويا ابراهيم. وعندنا منتخب والله الا الكره اليوم قسما بالله الا شفت اليوم منتخب مختلف، واحد المتعه واحد الكره تبارك الله، كره كبيره. الله يحفظ دوك الدراري، الله يحفظ داك المنتخب ديالنا. او العديان اش غنقول لكم. موتوا بسمكم موتوا بسمكم. شي المنتخب تبارك الله بيوتا عباد الله داخلين. المجموعة سي اليوم صار فيها تلطيش يا اخوان. برازيل افريقيا فازت 4-2، برازيل امريكا فازت 3-0. ادري امريكا مو امريكا بس مشوها عشان اللحن يعني. نجي لمباراة المغرب اللي صار فيها جنان يا عيال. الشوط الاول اسجل يسجل، هايتي سجلوا في الدقيقة 10 هدف عكسي من بونو. بعدين هنا يبدا الحماس، حكيمي يجيب التعادل في الدقيقة 39. 43 هايتي تتقدم مرة ثانية، خلاص باقي دقيقتين وينتهي الشوط. 46 اسماعيل صيباري يجيب التعادل. 3 أهداف في اقل من 7 دقائق يا عيال. طص طص طص. وعلى طاري صيباري ما شاء الله يا اخوان مسجل في كل مباريات المجموعات، البرازيل واسكتلندا واليوم هايتي. اتوقع اذا ما خاب ظني انه ما في ولا لاعب عربي قد سوى الشيء ذا. نجي للبرازيل واخيرا عودة البرنس الامير نيمار جونيور. ما سجل ولا صنع، ولكن بس كويس انه قام وتحرك من مكانه، لانه اخر فتره وظيفته الاساسيه دفايه يعني لاعب كره قدم بارت تايم بس. فينيسيوس اليوم سجل وصار زي اسماعيل صيباري مسجل في كل المباريات الافتتاحيه. بس مع نفسك حق اسماعيل احلى. ولدنا كوني الين دحين قاعد يتزلج ما شاء الله، ما يبغى يوقف السريبت. الله يحفظك ويحميك ويوفقك. استمر على كذا لين ما ترجع. استمر. هذا ترتيب المجموعه. البرازيل والمغرب 7 نقاط، سكوتلاند 3 نقاط ممكن ما يتاهلوا افضل ثوالث، هايتي والله في هذول جايين تمشيه، جايين نزهه بس. يعني كويس انه مشيت معاهم اليوم وسجلوا هدفين على المغرب، ولا كان بيجوا البطوله ويروحوا وهم ما سجلوا ولا هدف. الف مبروك للمغرب التاهل، وعقبال يعني كل الدول العربيه اللي لسه عندهم فرصه يعني. لايك فولو شير، تعالوا اصفر البايو دائما متواجد هناك، وصلى على النبي. سلام عليكم. المغرب تسجل رقم للتاريخ. صدمه يا اخوان، صدمه. انا لازلت مصدوم، وانا متاكد ان الرقم هذا لو تسمعونه راح تنصدمون جميعا. المنتخب المغربي يدخل التاريخ يا اخوان. المنتخب المغربي يحقق اطول سلسله لا هزيمه في تاريخ المنتخبات كلها، في تاريخ المنتخبات كلها. ما هو فقط المنتخبات العربيه فقط، لا، في تاريخ المنتخبات كلها بلا استثناء. لا 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 لا، هذا الرقم للتاريخ. المنتخب المغربي في كل فتره يكسر رقم جديد. المنتخب المغربي يا اخوان مشرف حقيقي للمنتخبات العربيه بلا شك، بلا شك. يا اخوان ايش كاس العالم هذا؟ ايش المونديال التاريخي ذا؟ انا ما سبق لي شفت مونديال بهذا القوه من اللاعبين كبار، نجوم حقيقيين، لاعبين تاريخيين مبدعين ومكسرين الدنيا من بدايه المونديال. على فكره مو بس ميسي ومبابي وكريستيانو وهالاند ويامال وفينيسيوس، حتى عندك هاري كين يا اخوان، نجم من النجوم كاس العالم، سجل هدفين. نيمار رسميا يشارك في المونديال الرابع التاريخي له، رابع نسخة نيمار في كاس العالم. نيمار حرفيا ما كان جاهز انه يلعب مباراة اليوم، عشان كذا دخل من الدكة، عشان كذا ما قدم اداء، لانه خلاص البرازيل ضمنت النتيجة 3-0. المباراة الجاية ممكن نشوف نيمار اساسي، وممكن برضه نشوفه يدخل من الدكة، ما حد عارف. انا احتاج نيمار يدخل في هذه القائمة، احتاج نيمار يدخل في هذه القائمة يا بشر. يا اخوان يخرب بيت فينيسيوس ما يوقف، اقسم بالله 3 مباريات ورا بعض سجل 4 اهداف وسجل في كل المباريات، واخذ جائزة رجل المباراة في كل المباريات مع البرازيل. وممكن نشوف ميسي يطلع من الاقصائيات ومسجل 8 اهداف. حسب الاخبار ميسي يبغى يشارك ضد المنتخب الاردني. انا متحمس جدا يا اخوان للمباراة، انا بشوف ميسي ايش راح يسوي، ايش ما راح يسوي، كم هدف راح يسجل في المباراة.
مانيش باش نتكلم على حكيمي، مانيش باش نتكلم على المغرب اللي ترشح، ان شاء الله مبروك على اخواتنا المغاربة. باش نتكلم، باش نقول لكم حاجة واحدة اللي يخليني نتكلم على المغرب بكل راحتي، اللي انا كيف ننتقدهم ونقول ما عجبونيش في اللعبة، ولا كيما ماتش اليوم في الشوط الاول قلت ما عجبونيش وما فماش دفاع وما فماش وسط، وتنتقدهم وهم متعادلين، والعباد في التعليقات تضحك، الناس تضحك وتقول لي كلامك صحيح. فما عباد رابحين وتجي تقول لهم مبروك يسبوا لك امك. تصبحوا على خير.